أعزائي المتابعين، أعزائي المتابعات، يسعدكم مساء، تحياتي للجميع. سعداء أن نلتقي مرة أخرى بالرفيقة العزيزة نادية محمود في هذا البرنامج الخاص بإقرار البرلمان العراقي لقانون يشجع على اغتصاب النساء. شكرا جزيلا رفيقة نادية لقبولك دعوتي ومشاركتي في هذا البرنامج. مساء الخير شمال، وأهلا وسهلا بك وبالمتابعات والمتابعين. شكرا لدعوتك. شكرا. أوكي نادية، ندخل بالموضوع مباشرة. القرار صدر آخر شيء. أنا كنت من الناس اللي ما كنت أتوقع أنه الجماعة يوصلوا إلى هذا الدرجة من يلا خلي ما نذكر كلمات، بس ما يوصلوا لهاي الدرجة من الانحطاط. نقدر نقول الانحطاط أنه يصدرون هالقرار هذا بكل وقاحة وكأنه شيء عادي يعني كانوا ما صار شيء كثير مهم بالعراق. شنو رأيك؟ نعم، هو بالحقيقة يعني التمرير تم بطريقة يعني لم يشهد لها أي سابقة من قبل. يعني لم يكن هنالك تصويت بالأساس. نعم. يعني الرئيس البرلمان بالأساس خرق النظام الداخلي لبرلمان المفروض هو يمثله ويكون أحرص الناس على تنفيذ البنود الواردة بالنظام الداخلي. لم يجري التصويت، لم يجري إحصاء من هو رافض ومن هو موافق، لم تقرأ الفقرات كما هو منصوص في النظام الداخلي، لم يعني يصوت على المشروع ككل ولا على فقرات فقرة. هو بالحقيقة يعني جرى بشكل قسري من قبل رئيس البرلمان، فرض على الجميع. ولذلك يعني لم تخطئ البرلمانيات والبرلمانيين اللي عبروا عن هذا الطريقة اللي تم بها تمرير القانون، بأنه كان مهزلة فعلا، يعني بطريقة غريبة جدا لتمرير قانون. لم يكن هنالك تصويت بالأساس، لم يكن هنالك تصويت، لكن جرى فرضه من قبل رئيس البرلمان. بالضبط. ما زال حتى على المقياس العراقي، لأنه العراق تقريبا صار به شغلات عجيبة غريبة، ولكن حتى على مقياس العراق يعني مهزلة بكل معنى الكلمة. يعني أنا استغربت، يعني كأنه أنا مرتين ثلاثة يعني رجعت أشوف الفيلم بالتصويت، وهاي كانوا هيك يعني شنو احنا عندنا نسميه مدرسة مسائية، ما في أي ضوابط، وهاي كل واحد يقعد من يقعد بكيفه ويقوم بكيفه ويرفع ايده. وين التصويت كان؟ وين كان يعني كيف حسبوا انه فعلا الأغلبية صوتت للموضوع؟ ما حد يعرف يعني. نعم. وهذا يعتبر يعني، عفوا إذا كملت السؤال. لا، انا بس قلت انه فحوى، يعني ردت نذكر المتابعين مالتنا ممكن انه يتابعونا من غير بلدان وما يعرفون كل التفاصيل، او حتى من داخل العراق ممكن ما يعرفون كل التفاصيل. لازم نذكر انه شنو فحوى التغيير اللي صار، شنو فحوى تعديل على قانون الاحوال الشخصيه اللي هي اساسا انا رافضها. القانون الاحوال الشخصيه يعني ما نسوي مثل ائتلاف 188 كانه هذا الشيء من المقدسات وما لازم يتغير. اصلا هذا القانون جمله وتفصيلا متاسس على اساس الشريعه، وفي بنود كلها شريعه وكلها تخلف وكلها رجعيه وكلها منافاه لحقوق الاساسيه للمراه وللانسان ككل. ولكن مع هذا التعديل اللي صار عليه يعني خلتنا بموقف انه لا والله ندافع عن الشيء اللي كان قبل موجود. يعني انا اتذكر انه بكردستان قبل 30 سنه 33 سنه احنا كنا مسوين حمله لتغيير قانون الاحوال الشخصيه، وفي بنود معينه تغيرت على اثرها. انا حتى اطلعت على المناقشات اللي صارت حول الموضوع هذا، انه في كردستان هي تسوي كلها على اساس الحملات اللي سويناها في كردستان تغير قانون الاحوال الشخصيه ممكن شويه للاحسن، بس هذا اللي نشوفه كارثه بالعراق. فاني اريدك تذكرينا المتابعين والمشاهدين بفحوى التغييرات اللي صارت.
نعم. هو طبعا التغييرات اللي يعني هسه أقرت تخص مسائل اللي متعلقة بالأحوال الشخصية، تخص الزواج، تخص نعم، الطلاق، تخص نعم، تعدد الزوجات، تخص النفقة، تخص حضانة الطفل، وتخص الإرث. نعم، يعني مع عدم رضانا حتى عن القانون السابق، لكنه مقارنة بالتعديلات التي طرحت الآن واللي تم إقرارها، يعني نعم، مثلا المسألة الكبرى هي مسألة يعني تقليل سن الزواج. نعم، إذا كان القانون السابق يقول 18 عام، وفي حالات معينة القاضي بإمكانه أن يقر بموافقة ولي أمر البنت أنه تكون 15 سنة. الآن يريد إزالة هذا الشرط، يعني شرط 15 سنة ما يبقي. مسألة تعدد الزوجات، إذا كان القانون السابق يقول أنه تعدد الزوجات يكون بشرط موافقة القاضي نعم، وعلى يعني أسباب، يعني مثل موافقة الزوجة الأولى حتى يتم الزواج الثاني. الآن هذا الشرط تم إزالته، تم نعم، إزالة الشرط الثاني. يعني النقطة الأخرى الزواج خارج المحاكم. نعم، يعني القانون السابق يقول أنه أي زواج خارج نطاق المحكمة الرسمية للدولة يعتبر نعم، جريمة، واللي يخالف هذا القانون راح يعني يتعرض إلى عقوبات، ومحدد نوع العقوبات. القانون الحالي أو التعديل الحالي يعطي الحق لكل شخص عنده سلطة شرعية، يعني رجل دين، أنه نعم، يزوج النساء أو الفتيات، يزوجهم، ومن ثم تقوم المحكمة عفوا بالمصادقة على هذا الزواج. طبعا واحنا شفنا يعني بالحالات اللي يرفض الزوج تسجيل الزواج نعم، بالمحاكم الرسمية، اللي نعم، راح يدفع ثمن المرأة، وخصوصا إذا بالضبط، كان عندها أطفال. بالضبط، طبعا هو من جهة أخرى إذا نريد يعني نلقي نظرة على الواقع، نشوف نعم، بالحقيقة هذا القانون شرع وأعطى قانونية لما يجري حاليا على أرض الواقع. يعني على نعم، أرض الواقع ما جرى من سنة 2003 لحد الآن هو بالضبط، خرق منظم لقانون 188 على طول بالضبط، الخط. زواج نعم، القاصرات موجود، الزواج خارج المحاكم موجود من قبل رجال الدين، نعم، تعدد الزوجات موجود بدون موافقة الزوجة الأولى. يعني كل هذه الخروقات هي موجودة أساساً، الآن نعم، صارت رسمية، نعم، الآن أصبحت رسمية وأعطي لها بالضبط، الإطار بالضبط، القانوني. بالضبط، بالنسبة لحضانة الطفل طبعا قضية كبرى حضانة الطفل. يعني المعدلين خلينا نسميهم نعم، ما نظروا لحضانة يعني أو لمصلحة المحظوم، يعني لمصلحة الطفل. أين تكمن مصلحة الطفل؟ نقطة نعم، انطلاقهم أنه الطفل يرجع لأبوه. إذا المرأة طلقت وصل إلى 7 سنوات يعني الحضانة تروح عمر 7 سنوات تروح للأب. نعم، طبعا وإذا زوجت الأم، إذا زوجت الأم أصلا الطفل يسحب من الأم وكأنه عقوبة عليها لأنه هي تزوجت، فالطفل يسحب من عندها. طبعا نشوف هسه إذا نقارنه أوكي بمدونة خلّي أوكي نادية هنا أنا أوقّفِك، أنا واحدة وهاي النقاط نتناولها، بس أنا اللي يعني أثار انتباهي موضوع إنه ليش إنه شنو دواعي أو شنو حيثيات هالقرار هذا التعديلات هاي، شنو الأساس، الأسباب الموجبة، إنه والله نعم. نسبة الطلاق زادت وعلى مود نوقّف نسبة الطلاق وهاي ممكن إنه نخلّي المرأة تُجبر نوعًا ما على قبول العلاقة بالرغم من إنه هي ما تقدر يعني ما تريد تستمر بالعلاقة، ولكن تُجبر تحت ضغط العاطفة وعاطفتها ال 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 يعني الأمومة إحساس الأم بأطفالها إنه ما تريد يعني تنفصل عن أطفالها، فتنجبر إنه تقبل. يعني أنا أستغرب إنه مسألة الطلاق صارت مسألة بهالضخامة هاي، وإنه الطلاق كان موجود بالسابق همين، يعني مو مسألة جديدة.
نعم. طبعا هذه الأسباب اللي يسوقوها الآن حتى يبررون هذه التعديلات. حقيقة هو الحرب ضد قانون 188 بدأ من سنة 59. نعم. يعني رجال الدين كانوا واقفين ضد هذا القانون من بدء الإصدار من سنة 59، لأنه نقل سلطة رجال الدين إلى الدولة. وسعوا من سنة 2003 لحد الآن بمختلف الطرق إنه يغيرون هذا القانون. يعني القانون ما طرحوه الآن، ما طرحوه بتموز 24 تموز 2024 اللي هاي آخر مرحلة من مراحل المحاولات الأخيرة لتغيير هذا القانون. ب59 وما مشى، وبعدين سنة 2003 لما رادوا يغيرون كل جملة وتفصيلا القانون واستبداله بقانون بالشريعة وما نجح، وحاولوا مرة أخرى بسنة 2014 بالقانون الجعفري وما نجح، وحاولوا أيضا يعني لما عزوا عن هذا التغيير ككل بدأوا يقضمون مادة تغيير مادة 57، تغيير المادة 2، تغيير، فبدأوا يقضمون مادة حتى يقضون على محتوى. هذه كانت المحاولات الأخيرة، المحاولة الأخيرة اللي بدأت من تموز ولحد يومنا هذا. ومثل ما قلت هو ما جرى التصويت عليه. يعني احنا ما عرفنا كم عدد الأعضاء البرلمان اللي صوتوا عليه وكم وقفوا ضده، ما عرفنا، هو انفرض. فالأسباب اللي يريدوها الآن يعني وكم فقط هم كانوا الحاضرين، وهل في نصاب ما في نصاب. نعم. يعني مسألة تشريع القوانين بالبرلمان، يعني حتى بالعراق على مقياس العراق هم مو بهالهوسة يعني. نعم. فهم يعني أرادوا تمرير هذا أيا كانت الأسباب وأيا كان الأصوات. يعني بالحقيقة ما جرى هو تصويت مثل ما أكدنا بالبداية. فالأسباب اللي يطلقوها أن يحدون من حالات الطلاق هو واقع الحال مثل ما ذكرت لك قبل شوية. أساسا هو تعدد الزوجات موجود، زواج القاصرات موجود، مسائل قضايا النفقة، يعني كل هذه المشاكل موجودة يعني مع وجود القانون 188. فإذا هسه ما يقولون زادت حالات الطلاق وإلى آخره، هذه تبريرات. يعني هم أغفلوا أنه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية خلف حالات الطلاق اللي صايرة، لأنه زواج القاصرات بالعراق منتشر. يعني مثلا ببساطة محافظة ميسان يعني كمحافظة واحدة، نسبة البنات اللي يتزوجون تحت سن ال 18 هو 42%. 28% من الفتيات يتزوجون وهم تحت سن ال 18. 7% من الفتيات اللي يتزوجون هم يعني تحت سن ال 15. فأساساً وطبعاً هذا وأكيد ضمن البطالة وتزويج القاصرات وعدم وجود فرص عمل للشبان الصغار أو الكبار لما يتزوجون. يعني أكو جملة عوامل اقتصادية بالأساس واجتماعية هي اللي أدت إلى زيادة حالات الطلاق. وهذه يعني بهذا التعديل راح الطلاق راح يقل. هم راح مثل ما تفضلت حضرتك، يعني هم يحاولون يرغمون النساء على البقاء في علاقات زوجية، وممكن علاقات زوجية المرأة تكون بها معنفة أو الفتاة بها معنفة فقط حتى ما تفقد أطفالها. فهم يدون بالإجبار يبقون النساء في علاقات زوجية. اوكي، علم المفروض يكون حق الطلاق حق متاح. اوكي، حق، بس هو فعلا حق الطلاق متاح للنساء في العراق. يعني الواحد يعني يستنتج من هالشيء هذا انه نضغط على النساء على مود ما يطلقون، وهاي كانه النساء ممكن يرمون يمين الطلاق على الرجال ويعوفون البيت ويطلعون ويطلقون ازواجهم. يعني كانهم يقدرون هيك يسوون. نعم. يعني هو حتى قانون الخلع اللي موجود بمصر ما عندنا بهالتطور هذا قانون يتيح للنساء انه يعني ينفكون من اسر العلاقه الزوجيه اللي ممكن بعض الاحيان تكون مسمومه تماما. نعم. صح؟ نعم بالتاكيد مثل ما تفضلت. يعني النساء ما عندهم هاي الفرصه والظرف اللي يساعدهم على أنه يقومون ممكن يقومون بطلب الطلاق، لكنه أيضا ضغوط الاجتماعية والاقتصادية على النساء ترغم الكثيرات منهم على البقاء في علاقات زوجية تكونون بها معنفات فقط لأنه لا توجد
يعني فرصة أخرى مثلا العودة إلى بيت الأهل. نعم. يعني العائلة ما ترحب لما تكونون هي زوجوا بنتهم بعدين ترجع لهم بنت ومعها أطفال مثلا. فكثير من النساء باقين في علاقاتهم الزوجية رغم كل الظروف والمصاعب والعنف الأسري اللي يتعرضون إليه، باقيات ويا بهذه العلاقات وما يطلبون الطلاق بالأساس. طبعا ومع هذا الطلاق أيضا موجود لأسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، يعني نشوف نسب الطلاق جدا عالية. نعم. ولكن يعني كأنه الموضوع مو مسألة إنه النساء يطلبون الطلاق، ولكن النساء يعني في رفضهم لحالة الاستلاب والظلم والتعنيف المستمر ممكن تتطور هالمسألة هاي وتوصل للطلاق. فمنع الطلاق بمعنى ما إنه فرض أسوأ الأحوال وأشنع الظروف على النساء على مود مسألة الطلاق. يعني أول وتالي ممكن نوصل إلى هالاستنتاج، يعني الجماعة اللي مشرعين هالقرار هذا متجهين بهالاتجاه. وإلا يعني حتى أنا أعرف أنه في العراق ممكن المرأة تطلب التفريق من قبل المحكمة شرط التنازل عن مهرها وشرط التنازل عن مجموعة حقوقها، ولكن مو التنازل على حضانة الأطفال. هسه يريدون يضيفون التنازل عن حضانة الأطفال أيضا، بحيث أنه فعلا النساء ما على مود ما يصيرون مثلا حتى مسألة الطلاق وطلب التفريق يبتعدون عنه. نعم. أوكي. نوصل إلى نقطة أخرى، مسألة العمر. طبعا أنا بحثت شوية بالأمر، يعني شفت أنه في 3 بلدان من البلدان العربية، إذا اعتبرنا صومال عربي ممكن يصير 4، بس ما عدا الصومال اللي ما أعرف فيه بلد عربي له لا، بس وكان جزء يعني عضو بالجامعة العربية من قبل. البلدان اللي تسمى بالبلدان العربية عندنا لبنان واليمن وهسه صار العراق، اللي ما في حد معين أو سن قانونية للزواج. طبعا السن القانونية حسب القانون الأحوال الشخصية 1188 لسنة 1959 هو 18 بالنسبة للإناث والذكور، يعني للرجال والنساء. ولكن في حالات معينة إذا ارتأت المحكمة أنه يعقدون أو يوافقون على العقد فممكن ينزلون لحد 15 سنة، ولكن هذا هو الحد الأدنى. العقود اللي يصير خارج المحكمة تعتبر عقود غير قانونية، وممكن في حالات الإجبار يؤدي إلى حتى إلى السجن. هذا حسب القوانين اللي موجودة هسه. القانون هسه أساسا بالتغييرات بالتعديلات اللي صارت، هل شالوا موضوع شرط ال 18 او ال 15 سنه، او كيف تغيرت هالبند؟ كيف ليش الناس يقولون ها والله شرعوا لا؟ وانا اعرف شنو الموضوع، بس يعني اريدك انت توضحين كيف صار انه في تشريع لزواج الاناث في سن 9 سنوات. نعم. هو القانون لم يذكر 9 سنوات، هو يذكر انه الوقف الشيعي والوقف السني يصدرون مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية. طيب، وإحنا نعرف حسب الشريعة الزواج ب9 سنوات على الأقل في المذهب الجعفري 9 سنوات، وحتى قبل هذا العمر شرط عدم حصول يعني الاختلاط الحميمي أو الجنسي يعني يكون مقبول. ولذلك قضية المفاخذة وتفخيذ يعني الأطفال قضية موجودة ومحكي عنها كثير، يعني حتى من قبل رجال دين يعني موجودة كتاباتهم وإلى آخره بهالمسائل هذه. يعني هو لم يذكر العمر، لكنه طبعا المدونة احنا بالحد الآن ما شايفيه، هو مدونة بعد 4 أشهر راح تجي. فهو لما يقول المدونة الأحكام الشرعية فيعني بشكل ضمني يقول انه نرجع الى عمر 9 سنوات في المذهب الجعفري. 9 سنوات من حق يعني الاب يقدر يزوج بنته من 9 سنوات.
فيعني هاي ضمنيا هي موجودة لم تذكر، ولكن إعادتنا أو إحالتنا إلى الأحكام الشرعية هذا معناها إحالته يعني توقيع إلى صك على بياض للأئمة قرروا بالضبط إلى يعني الوقف حتى إذا للوقف واحد منهم الشيعي. طلع من نعم جماعة إنه المفاقدة، وأتصور إن السيستاني هم مشرع هالشيء هذا، يعني نعم عارف نعم أكبر موجودة، مرجع، نعم موجودة. يعني اللي يسموه على أساس مرجع كلش هاي، ورادوا يعطوه جائزة نوبل يمكن على مود جهوده بالسلام، وهاي هو مشرع للمفاقدة بالنسبة نعم لي. موجودة، نعم موجودة. فيعني توقيع صك على بياض للأئمة، وروحوا قرروا وافتوا فتاويكم واحنا نسمع كلامكم، نمشي حسب هذا. نعم زين، مسألة الإرث. نعم مسألة الإرث شنو التغييرات اللي صارت بمسألة الإرث؟ الإرث يعني حسب التعديل الجديد أو حسب المتوقع أنه النساء لا يرثن الأرض. النساء لا يرثن الأرض، ممكن هي ترث الجدران، ممكن الأرض لا ترث الأرض من قبل زوجها، فالنساء يكونون محرومات من هذا النوع من الإرث. يعني أنا ما أعرف ليش ما أفهم هاي النقطة. يعني واحد مثلا باني له بيت، أوكي، نعم والرجل يموت، والمرأة لازم يكون لها الثمن مهج، أو إذا نعم هي مثلا نعم الوريثة الوحيدة هي اللي تورث. بس إذا كانت عندها أولاد ونساء إناث وذكور وفي نعم ورثة الشرعيين، فهي عندها الثمن، هيك حسب نعم. اللي يسموه الشرع، يعني الشرع الإسلامي. أوكي، فهذا الثمن ما يطلع من الأرض، يطلع من الحيطان. ليش؟ الأرض غير مشمولة بالإرث. النساء لا يستطعن أن يرثن الأرض إذا كانت مزارع، إذا كانت بساتين، إذا كانت قطعة أوكي. أرض. مو بيوت سكنية، مفهوم. أرض، أي أرض يعني، أي أرض. ما يحق لها ترث الأرض. نعم، فهذا التغيير اللي راح يصير. أوكي زين، هو هذا اللي هو واقع الحال الآن هو أيضا يعني اجتماعيا تحولت إنه النساء ما حتى البنات يعني عن آبائهم ما يعطوهم الأرض. يعني اكو نساء، حتى نساء صاير تقليد اجتماعي انهم ما يطالبون بإرث الأرض على أساس انه الرجال هم اللي يشتغلون على الأرض او يشتغلون على المزارع او يشتغلون، وليس النساء. فالنساء محرومات من هذا النوع من الإرث اللي هو متعلق بالأرض وبالأراضي الزراعية. اوكي زين، هسه التأثير غير الظلم على الأطفال، وخصوصا على البنات والقاصرات، اللي وطبعا هذا مو بس القانون. أنا سميت البرنامج باسم تشجيع اغتصاب القاصرات، لأنه اغتصاب القاصرات موجود أساسا مشروع وشرعي، وكل يوم نشوف الملال يعني يطلعون خبزتهم من وراء هالشغلات هاي، انه مثلا اجبار القاصرات على الزواج وتزويجهم، وهاي وشغلتهم هيك، يعني هم اكل عيشهم مثل ما يقولون من هالحرفه الجميله هاي. اوكي، ولكن هسه القانون راح يشجع نوعا ما هالاغتصاب هذا. اوكي، وهذا تاثيره على المجتمع ايش راح يكون؟ يعني انه في ممكن انه هذا يؤدي الى اكثر واكثر الى فتح الايد، يعني حتى الناس اللي كانوا يشوفوا انه هذا مثلا نوع من النقيصه انه يوافقون على هاي، مثلا الابهات او العوائل تجبر بناتها على الزواج، وما ما في اي دعم. ممكن هذا يؤدي الى حالات طلاق اكثر. نعم، هو قضيتين اللي تفضلت بهم بكلامك. مسألة تشجيع اغتصاب القاصرات هذا واقع، لأنه الزواج الطفلة ما عندها إرادة بالزواج، لأنه أساساً يعني عقلياً غير مكتملة النضج يعني، وهم يعتقدون أنه النضوج الجنسي العامل اللي يخلي الفتاة كأنما هي مهيئة للزواج، وليس النضوج العقلي. يعني ما ينظرون إلى هذا الجانب الجسدي، ما ينظرون إلى الجانب العقلي. فمن هنا تبريرهم أنه 9 سنوات أو 10 سنوات أو 11 أو 12 سنة. فبالتأكيد هذا زواج يعني اغتصاب للقاصرات، لأنه ما عندهم إرادة وما عندهم رأي بموضوعات الزواج.
وواقع الحال حقيقة الآن يعني حسب ما تذكر كثيرات من العاملات في مهنة التوليد، الدكتورات والممرضات، إنه عدد الطفلات اللي يجوهم حوامل، يعني فعلا طفلات بسن 12 سنة وبسن 13 سنة، يعني حقيقة أطفال يجي حاليا الآن حتى قبل القانون، حتى قبل التعديل يعني. فهذا الخرق لقانون 188 المفروض السار لحد البارحة هو أصلا مخترق يعني بشكل مستمر، وبالتأكيد آثاره على الصحة، وآثاره أيضا على زيادة نسبة الطلاق، لأنه الطفلة غير مهيئة لإدارة أسرة، هي طفلة بالأساس، وأحد أسباب زيادة الطلاق هو زواج القاصرات، يعني بعمر ما تعرف أي مسؤولية وما تتحمل الأوضاع اللي تتطلبها الحياة الزوجية. النقطة الأخرى الزواج المتقطع، يعني الطفلات زائدا زواج متقطع. الزواج المتقطع اللي هو زواج المتعة أو زواج المسيار، يعني يستطيع أي شخص أو يكون شرعيا مقبولة أنه الطفلة تتزوج لأكثر من مرة زواج متقطع، زواج قصير الأمد، فقط كونه يعني عليه الختم وهاي مو دعارة، على أساس هاي مو دعارة. نعم، فهو عنده جانبين، جانب اغتصاب الطفلات في مؤسسة الزواج، يعني حتى إذا راح سجله بالمحاكم بعد هذا التعديل يروح يسجله بالمحكمة بشكل طبيعي، يعني مسموح به لا غبار عليه. إذا كان الآن مثل قضاة مضطرين يوافقون على الزواج، لأنه لما تكون طفلة جاية عمرها 13 سنة وهي حامل، بالتأكيد القاضي يضطر الموافقة، لأن إذا ما يوافق وهي حامل يعني معناها كيف يكون هذا الحمل سفاح مثلا أو مو زواج؟ أكيد يعترف أنه ويسجل أنه هذا زواج رسمي. طيب هذا بالزواج ضمن مؤسسة الزواج، لكن ضمن مؤسسة ترتيب آخر اللي هو الزواج المتقطع، واللي يتحدث عن الزواج المتقطع معناها إذن الطفلة هي معرضة أنه في كل مرة تدخل في علاقة، وهي هذه العلاقة تكون أيضا عندها الختم الديني بزواج المتعة أو زواج المسيار أو إلى آخره من هذه الزيجات. فالخطر من جانبين يعني يصير على الطفلات، فهذا يعني امتهان وانتهاك وإقرار إعطاء الشرعية لارتكاب جريمة اغتصاب الطفلات. ومن هنا يعني وقوف يعني المجتمع العراقي بما فيهم حين جاء وزير العدل آنذاك من حزب الفضيلة وجاب القانون الجعفري سنة 2014، سألوه بأحد المقابلات أنت تقبل تزوج بنتك بعمر 9 سنوات؟ قال لا، لأنه أساساً المجتمع أيضاً واصل إلى مرحلة من اللياقة والكياسة إنه ما يقبل لطفلة تتزوج، يعني إذا تروح بشكل اجتماعي يعني احنا هسه نادية نحكي عن الطبقة الوسطى المدينية اللي موجودة بالمدن، اللي تسكن، اللي يعني مثقفة، ممكن عندها قيم معينة، بس المسألة مو مسألة هاي. القانون لازم يمنع الجريمة، مو معناته إذا مثلا الجريمة ما تصير بالمجتمع وهاي معناته انه هذا ما راح ياثر القانون. هذا اساسا الجريمه، هاي الجريمه صايره وتصير، وفي اماكن معينه مظلمه يعني مهمشه بالمجتمع، يعني بحواشي المدن، بالبلدات الفقيره، بالاحياء السكنيه الفقيره المعدمه. يعني اساسا كرامه الانسان شيء ممكن تباع وتشترى فيها الظروف هاي، يعني مساله جدا وارده. وهذا القانون يعني طبعا هو وزير العدل او حتى مثلا المالكي اللي مثلا جاب هذا ويدافع عنه، وراح يقبل انه مثلا حتى بعشيرته مثلا بنت تتزوج في 9 سنوات؟ اكيد لا، لانه هم ذول مو القانون ما صادر على مودهم، صادر على مود الناس الفقراء اللي مثلا من شده العوز يريد الاب يريد يبيع مثلا بنته. خلي هالتجاره هاي تمشي ويكسبوا. طبعا هو موضوع مساله يعني العلاقه الجدليه، وعلاقه الجهتين مع بعض، يعني علاقه تبادليه ما بين وجود النظام اللي متأسس على الطائفية والمحاصصة
وهكذا قوانين أحوال شخصية. أثناء دراستي الجامعية أنا درست تجربة لبنان على حسب المعلومات اللي موجودة بها حوالي أكثر أو على الأقل 15 قانون أحوال شخصية. نعم. يعني لبنان ما في قانون مدني للأحوال الشخصية. نعم. بنت وولد يريدون يتزوجون زواج مدني بعيدا عن الطوائف، بعيدا عن الأديان، بعيدا عن الشرائع، لازم يروحون يسافرون، يروحون للقبرص، هناك يقعدون عقد وبعدين يرجعون على لبنان. هسه العراق فيها القانون هذا، ولكن مجيء هالتعديلات هاي أساسا ينسف القانون من أساسه. يعني ما راح يبقى أي أساس لي. إذا طالما أنت تجيب مدونة، والمدونة الشيعية أكيد راح تكون قانون الجعفري اللي وزير العدل السابق من حزب الفضيلة جابه، ما تم الموافقة عليه. هسه يدخلوه، يعني يطلعوه من الباب هسه داخل من الشباك، ويريد مثلا أنه كل أتباع الشيعة مثلا أتباع المذهب الشيعي هاي. وفي بند من هالبنود هاي انه اذا كان في تعارض ما بين يعني الانتماء الطائفي، فالمذهب مذهب الزوج هو اللي يمشي ومذهب الزوجة ما تمشي. وهذا راح يخلي حسب ما اعتقد يعني انقسام عمودي بالمجتمع العراقي. يعني ما في اي زواج مختلط، ما في زواج بين الطوائف المتعدده، وهذا يؤدي الى اعاده انتاج المجتمع على اساس طائفي، مو فقط السياسه. يعني الطائفيه تطلع من السياسه، يعني تخرج من السياسه، هذا الوحش يخرج من السياسه ويدخل بالعلاقات والروابط الاسريه والاجتماعيه. تقييمي صح؟ نعم، بالضبط أكيد هذا الشيء. يعني شوف، بالوقت اللي دول مثلا السعودية واللي كان العراق يعني متقدم بمراحل بالحقوق الأحوال الشخصية، يعني بسنة 2019 هم حددوا سن الزواج سنة 18. نعم. يعني تحدد سن الزواج. الأردن نفس الشيء، تونس نفس الشيء. يعني بالعراق بالعكس، يعني احنا جاي نرجع للوراء. يعني الناس تمشي للأمام بمسألة جعل سن الزواج 18 عام. العراق يريد يرجع القهقرة للخلف، إنه يخليه يقلل هذا وطبعا هذا ترجمة لسياسة الأحزاب الشيعية اللي موجودة بالسلطة، لأنه اللي يعني منه طالب أصلا بهذا التعديل على طول الخط اللي طالبت به الأحزاب الشيعية. فمسألة سياسية بالأساس لشيعنة المجتمع العراقي، جعل المجتمع العراقي شيعي والقوانين شيعية والأحوال الشخصية الشيعية. طبعا حتى هنالك مخاطر أنه القوانين مرة يمكن راح تمتد إيدهم إلى قوانين أخرى حتى يغيروها، مو فقط يعني. فأنا أتفق تماما مع التحليل اللي أنهم الطائفية راح، وهذا أحد أسباب يعني الرفض الواسع لهذا القانون، أنه يزيد من الطائفية في المجتمع العراقي، مو فقط تكون سياسية، هالمرة تكون على صعيد اجتماعي. يعني نعم، اتفق معك في التحليل. تفضل. وفي موضوع آخر، أنا أتصور أنه يعني أنا واحد يتعجب، يعني ما ظل مشكلة بالمجتمع، ما ظل شيء بالمجتمع إلا مسألة يعني صارت الموضوع. يعني فلنعتبر أنه موضوع الطلاق مثل ما يقولون ويدعون أنه هاي مشكلة، أو يعني خلصت المشاكل بالعراق، نوصل على هالمشاكل مسألة الطلاق والزواج، وأنه الرجال ما يشوف أولاده وما يقدر مثلا يلتقي نعم. بأولاده. المسألة نعم. أساسا يعني عجيبة غريبة. ولكن لما الواحد ينظر إلى المحتوى أو إلى المغزى السعي المحموم للأحزاب الشيعية على هاي، أتصور أنه فشلهم السياسي مبين، فشلهم الإداري مبين، ومبين أنه دول ما يقدرون يديرون المجتمع. يعني مو مؤسسة الشيعة بالعراق، إذا كانت مثلا المنطقة الشيعة منفصلة، ممكن مؤسسة الشيعة مثل ما موجود بالعراق يجيبون ولاية الفقيه ويحكموا. بس هذا ما تصير بالعراق، وبالنتيجة إعادة الإنتاج الشيعة السياسية ما ممكن غير من خلال إعادة إنتاج الشيعة الاجتماعية. وما ممكن هذا غير بس إنه بالتدخل بأضيق الدوائر وخلايا المجتمع، وفرض التشيع على المجتمع.
وهذا هو يعني الواحد يشوفه مثلا. نعم. أنا أحب أوضح أنه من وجهة نظري على الأقل بأي سياق إجا هذا يعني إحنا هسه اتفقنا قبل شوية أنه أصلا هاي السعي لتغيير قانون الأحوال الشخصية 188 من سنة 59، وذكرت المراحل اللي مر بيها، لكن أعتقد أنه ليش إجا بسنة 24؟ أعتقد يعني عنده امتداد بدأ مع ما بعد الانتفاضة، أثناء الانتفاضة وبعد الانتفاضة طبعا ازدادت أصوات الحركة النسوية بالعراق. يعني حتى الانتفاضة التشرينية، خلي جماعة انتفاضة تشرين سنة 2019 أثناء كان هنالك بروز واضح للنساء، وبعد الانتفاضة يعني حتى قضايا مثل النسوية ومصطلح النسوية والأحاديث عن النسوية بين مخالف وموافق، فبدأت تنتشر مسائل مثل الجندر، مسألة تمكين المرأة، قضايا يعني قضية المساواة، يعني هذه المصطلحات بدأت تسود بالمجتمع بعد على أثر انتفاضة 2019 واستمرت. لذلك بدأت هجمة على قضية الجندر. طلعت كثير من التهديدات للنساء وللمنظمات النسوية للحد أنه الدولة نفسها تراجعت تحت ضغط الأحزاب والميليشيات، تحت ضغطهم بدأوا يتراجعون عن قضية تمكين المرأة. وحتى دوائر الدولة اللي كان اسمها دوائر تمكين الدولة، عفوا دوائر تمكين المرأة، غيروها إلى دائرة شؤون المرأة. يعني كلمة تمكين تشيطنت، كلمة جندر تشيطنت، النسوية تشيطنت، وبدأوا مجموعة قوانين صدروها على امتداد سنة 2023. فوصلت من قضية الهجمة على الجندر إلى إصدار قانون ضد المثلية، إلى إعلان يوم الغدير يوم وطني العيد للشيعة، وبعدين وصلنا إلى مرحلة تغيير قانون الأحوال الشخصية اللي يعني إجا بهالسياق في هذه المرحلة، بهالسياق إجا وبدأوا يعني خلينا نقول صارت عندهم ثقة بالنفس إنه يصدرون قانون، وما نجحوا. يعني لو كانوا فعلا هم قادرين إنه يكسبون الأصوات داخل البرلمان العراقي مع كل الملاحظات على البرلمان العراقي، لكن ما قدروا حتى ينزلون التصويت بشكل طبيعي، فرضوه يعني بشكل قسري على فبهذا السياق إجا مرحلة يعني ليش وصلنا، ليش طرح مرة أخرى بهالمرحلة تعديل قانون الأحوال الشخصية. طبعا وبالمناسبة هو قبل هذا الهجمة على الجندر وإلى آخره محاولات تغيير المادة اللي متعلقة بحضانة الأطفال، المادة 57 هذه كانت مستمرة من سنة قبل الانتفاضة بسنة 2019، واستمرت المحاولات من أجل تغيير هذه المادة. فكل هذه المحاولات هي سعي من أجل بصراحة قمع الحركة النسوية وقمع حقوق المرأة واضطهاد النساء أكثر بأي شكل، بهذا الشكل أنه طمس أي حقوق للنساء وللزوجات واضطهاد الأطفال واغتصاب الأطفال، يعني ضربة من عندهم إلى كل هذه الحركات. وطبعا احنا لاحظنا يعني من سنة 24 تموز 2024 أول ما طرح إنه يناقش بالبرلمان لحد اليوم، حقيقة تحول يعني إلى معركة، يعني كانت بساحة صراع. شفنا محاميات تعرضوا إلى هجمة، زينب جواد وغيرها، قمر السامراء تعرضوا إلى هجمة، المحامي محمد جمعة جرت محاكمتهم، جرى يعني خلينا نقول سعي لإخراجهم من مهنة المحاماة، الهجوم على النساء اللي صار بالنجف، شلون هجموا على تظاهرات النساء في مدينة النجف، التشويه والى اخره. طبعا هذا في مسار بعد ولا حد ما كان متقرر، يعني ال6 أشهر الماضية كانت 6 أشهر من الصراع المحتدم ما بين الساعين إلى التعديل وبين الرافضين للتعديل. طبعا احنا شفنا الرفض للتعديل كان رفض اجتماعي، يعني شوف مثلا اكو صاغة الذهب قالوا احنا ما نبيع الى زوجاتهم يعني تحت السن القانوني، صالونات حلاقة قالوا احنا ما نعمل تزيين لعرائس تحت السن القانون، يعني كان هنالك رفض ونبذ اجتماعي لهذه الظاهرة. ف يعني كل هذه خلينا نقول بهذا السياق، وشفنا الخاتمة اللي صار بها انه بشكل تعسفي
قرروا القانون يعني أمام رفض أعضاء البرلمان أنفسهم، رفض أعضاء البرلمان أنفسهم. نعم. أوكي. طبعا يعني بالمناسبة أنا ما أعرف إنه هذا منطقي إنه الواحد يفكر بهالاتجاه هذا، بس أنا أشوف نوعا ما في ربط ما بين مجيء ترامب وإقرار هالقانون هذا، لأنه الواحد لما يرجع للمواضيع اللي صارت قبل المناقشات حول هالقانون، عادة ما يقولوا إنه مثلا السفيرة الأمريكية في العراق مثلا أبدت وجهة نظرها أو ملاحظاتها على القانون هذا، أو مثلا مسؤول الدائرة الفلانية بوزارة الخارجية الأمريكية قالت هيك شيء، وإنه مثلا أوساط أمريكية داخل الكونغرس، يعني داخل الكونغرس الأمريكي بناقشين الموضوع، لأنه كان في نوع من التخوف إنه هذا ممكن إنه يتم استغلاله في أمريكا ويتم الحديث عنه في أمريكا ضد النظام والطغمة الحاكمة اللي هم جماعة هيئة التنسيق الشيعية. فأتصور أنه مجيء ترامب، وترامب يعني معروف عنه أنه خليهم إيش علينا بهم، أنه هم يريدون يتعاملون مع زوجاتهم هيك خليهم. فأنا أتصور أنه كان في ربط بهاي. وفي موضوع آخر أنه الآن كيف الواحد ممكن يواجه هالهجمة هاي، وكيف ممكن انه يوقف بوجه اقرار هالقانون. وكو السؤال هسه من رفيقنا بس خالد طارحه، يقول يبدو ان هذه التعديلات اجتهادات فقهيه تلزم القضاء بتنفيذها. السؤال: هل هناك تعارض بين الدستور العراقي وتلك التعديلات؟ يعني ممكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية مثل ما قال بعض الممثلين بالبرلمان؟ مو مخاطرة هاي، بلكي مثلا المحكمة الدستورية هم وافقت عليه وقال إنه هذا دستوري. الدستور يقول إنه القوانين تصدر على أساس الشريعة الإسلامية وما لازم تعارض الشريعة الإسلامية. وهي يعني ما القانون السابق كان متعارض مع الشريعة الإسلامية، هاي متوافق معه فنقبل به. مو مخاطرة مثلا على حسب القضاة اللي موجودين بالمحكمة الدستورية بنقول إنه هم مو من نفس الحزب ومن نفس الاتجاه هم راح يصوتون. هل هذا هو الطريق الأمثل للوقوف بوجه التعديلات هاي؟ صوتك كاتمة، صوتك، العفو. نعم عفوا. هو طبعا مباشرة بعد ما صدر الإقرار أعضاء البرلمان أنفسهم قاموا بمحاولة للتوجه للمحكمة الفيدرالية للطعن بهذا القرار أنه كان غير دستوري وما ينسجم مع النظام الداخلي يعني بهذا الموضوع. فهي مباشرة بدأ التحرك من أجل الطعن بشرعية هذا التصويت خلينا نسميه. طبعا من حيث يعني بالدستور العراقي هو يأكد على أنه في فقرات منه على أنه المواطنين متساوين أمام القانون في العراق بوضع قانون. طبعا هو الدستور العراقي مادة تناقض أخرى، احنا نعرف يعني المادة الأولى والمادة الثانية مرة تقول الديمقراطية هي اللي خلينا نقول الجهة اللي يتم الاتكاء عليها، ومن جهة أخرى يقول الشريعة الإسلامية. فإذا أوكي إذا تناقضوا منو كيف راح يصير الحكم؟ فمن جهة يقول إنه العراقيين أكيد والعراقيات متساوين أمام القانون جميعا. القانون أي قانون، ما قال إنه قانون الأحوال الشخصية مثل مادة 41 اللي قالت فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية العودة إلى كل طائفة حسب طائفتها تحكم في قضايا الأحوال الشخصية. فيعني هو الدستور بحد ذاته بنقاط يعني متناقضة. عفوا، في قطع يصير بالصوت وبالصورة، ما أعرف كأنه الإنترنت صار في مشكلة. نعم نسمعك تحكي. يعني هنالك فقرات متناقضة، ما أريد أقوله إنه هنالك فقرات متناقضة في الدستور. فقرة تقول إنه العراقيين متساوين أمام القانون،
وفقرة أخرى اللي هي المادة 41 تقول فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية يجب العودة إلى الطوائف للبت في شؤون الأحوال الشخصية، كل يعني شخص حسب الطائفة اللي ينتمي لها. بهالحالة ما راح يكون متساوين أمام القانون. قانون 188 هو يعني ينظر للجميع على قدم المساواة بغض النظر عن أي طائفة، لأن هو يعني مثل ما هو معلوم قانون 188 باعتبار أنه أخذ من مختلف المذاهب أفضل ما بيها وعمل قانون الأحوال الشخصية. لكن بهذا التعديل الجديد راح يكون انه كل طائفه ومن ثم الراي الاشهر والمرجع، ويعني يحول قضايا الاحوال الشخصيه الى يعني عالم من المتاهات. ما تعرف انه بالاخير منو راح يبت بهذا الامر، بأمر الأحوال الشخصية، لأنه الرأي الأشهر ومن ثم المرجع وأي مرجع والمرجع الأعلى ومجموعة يعني مؤسسات غير حكومية تتدخل بحسم المسائل الأحوال الشخصية. بالضبط. نعم. وزين ما العمل يعني إذا هيك، إذا فعلا الدستور دستور نعم. متناقض، ومثلا هذا يعني كثير مو آمنة، يعني الواحد يلجأ إلى المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية نقول إنه هذا يعني زين ما العمل، يعني كيف ممكن نعم. مواجهة هذا يعني، نعم. وهل هناك تحرك، وهذا هو المهم مثلا في نعم. حراك اجتماعي معين بمواجهة هالشيء هذا اللي صار، في نعم. تحرك على الحراك شيء؟ الاجتماعي، نعم الشمال، هو الحراك الاجتماعي مستمر نعم. خلينا نقول بعد 2003 لحد هذه اللحظة وراح يستمر، يعني لحد اللحظة المؤتمر الصحفي اللي عمله تحالف 188، التظاهرات القادمة، الوقفات اللي راح تصير سواء من المنظمات النسوية ومنظمات أخرى، منظمات مجتمع مدني مختلفة، يعني الاحتجاج على هذا التعديل مستمر. وطبعا هذا مو نهاية المطاف، يعني حتى هذه التعديلات اللي حصلت مو نهاية المطاف. النضال النسوي راح يبقى مستمر، راح يبقى مستمر من أجل قوانين تحقق للنساء وللأطفال وللمجتمع، يعني تعيد لهم كرامتهم وتحميهم من العنف، من الاستغلال، من هذه الهيمنة الذكورية اللي يعززها ويكرسها هذا القانون. هذا القانون يعزز ويكرس ويعمق الهيمنة الذكورية بالمجتمع على النساء. فالحركة النسوية بالتأكيد راح تكون مستمرة بعملها وبنضالها وبنشاطها من أجل يعني هذا اللي وصلنا له اليوم هو ليس نهاية المطاف، هذه فقط معركة في حرب من أجل إنهاء الهيمنة الذكورية بالمجتمع. هذه الحرب بدأت خلينا نقول سعي النساء بدأ حتى من قبل 100 عام على حق العمل، على حق التعليم، على حق السفر، المرأة وحق السفر، والآن المعركة هي في ميدان الأحوال الشخصية. بالتأكيد راح تكون مستمرة، وراح نشوف إنه الويلات اللي راح يجيبها علينا تنفيذ هذا القانون والمخاطر اللي هسه يتحدثون عن زيادة نسبة الطلاق. خلينا نشوف شلون راح يصير الزيجات المتقطعة، زواج الأطفال، راح نشوف يعني نراقب، وبالتأكيد راح يعني يستمر عملنا من أجل تغيير هذا القانون، يعني تغيير الإبقاء على الأقل على قانون 188، أو حتى المطالبة مثل ما تفضلت حضرتك بالبداية عن ما جرى في كردستان العراق. كان هنالك رفض لقانون 188 لصالح قانون ينص على المساواة في حقوق الطلاق والزواج والإرث وكل شيء، يعني المساواة. هسه جاي يشوف مثلا مدونة مدونة الأسرة بالمغرب، يعني كثير بها مسائل إيجابية حول حقوق المرأة، مثل المرأة اللي تعيش مع زوجها هذه الحياة، إنه الجهد العمل اللي بذلته في عملها الرعائي عفوا داخل الأسرة، هذا عمل يكون محسوب لها بعدين إذا صار طلاق أو صار أي شيء، يكون محسوب لها هذا العمل والجهد اللي بذلته. بالعراق يعني احنا راح نستمر نتكلم عن هذه القضايا، وبالتأكيد ما راح تتوقف الحركة النسوية بالعراق وتستسلم إنه خلص هذا نهاية المطاف ونقبل لا، بالتأكيد. اوكي، بس انا عندي ملاحظه هنا رفيقه ناديه. انت حضرتك حكيتي عن الموضوع وسبق وان احنا حكينا عن كيفيه المواجهه والمقاومه، وكانه من المقاومه والتحدي والوقوف والدفاع
هاي هي الكلمات اللي نستخدمها في الوقت الحالي مع الأسف. يعني إحنا الحركة النسوية اللي كانت دائما حركة مقدامة مع الحركة العمالية، مع حركة من أجل الحقوق المدنية، مع الحركة من أجل المساواة بين البشر، حقوق الإنسان، كانت دائما حركة مقدامة تقدم مشاريع وتحاول تناضل من أجلها. أوكي. نعم. هذا الموقع التعرضي والهجومي يخلي الحركة اللي تريد تهاجم واللي تريد تكتسب مكتسبات وهاي يستوجب عليها تنظم نفسها، يستوجب عليها تشوف وتلقي التكتيكات كيف ممكن تعبئة القوى، كيف ممكن تعبئة الجماهير، كيف ممكن تنظيم القوى، شنو هي الخطط اللي راح نستخدمها، شنو الواحد واثنين وثلاثة مالتنا، التراتبية هاي يعني الخطوات المتسلسلة كيف مثلا نتقدم، يعني خطة عملية وحركة وتعبئة وهالشغلات. بينما الدفاع ما يحتاج يعني كامبين للدفاع عن الحقوق، نطلع على الشارع وهاي ونسوي له مظاهرة يعني نصيح بالسوشيال ميديا وخلص عملنا اللي علينا ونروح ننام براحتنا. اتصور انه اجى وقته انه الحركة النسوية بالعراق بدل ما تقول لا لتعديل القانون تقول نعم لتعديل قانون الأحوال الشخصية بهالاتجاه هذا، وهذا كان المفروض يصير من أول يوم. يعني بدل ما الواحد يدافع عن الموجود يجيب بدائله. فعلا موضوع الطلاق موضوع اجتماعي ويراد له حل، بس شنو الحل؟ عن أي طريق ممكن نحله؟ وتخلي مثلا مسائل النفقة وهالمواضيع هاي على الحكومة. يعني مثلا الزوجات تفرض النفقة لما ينفصلون على، يعني أنا من وجهة نظر شخص فقير ومعدم ورجل ما يلقي يشتغل وعاطل عن العمل وزوجته تنفصل عنه بسبب المشاكل الاقتصادية وشماله تروح للمحكمة وتفرض ينفرض عليه انه يدفع نفقة. يعني صراحة انه هذا أنا كشخص انظر للمجتمع ككل، هذا ايضا مو عدالة. ولكن احنا بالسويد عالجنا المشكله كلش بسهوله، يعني معالجين الدوله معالجه المشكله كلش بسهوله. هذا الشخص ما يقدر يدفع يعني النفقه، الدوله تدفع عنه النفقه لحد ما هذا الشخص يكون عاطل عن العمل، لحد ما هذا الشخص. فممكن انه الحمله بوجه المواضيع اللي صايره والمحاججات اللي يجيبوها ما تصير حركه فقط مثلا مجموعه من النسويات، يعني مع احترامي الشديد للجميع وانا متضامن وياهم ويعني دائما وابدا جزء في حركتهم، ولكن مرتاحات نوعا ما بالمجتمع، متحررات نوعا ما بالمجتمع. حركة النسوية تكون حركة ذول النساء. الحركة النسوية لازم تكون حركة النساء المعدمات بالمجتمع، اللي في عوائلهم المعدمة يكون عندهم ألف مصيبة، واحدة منها المشاكل داخل الأسرة، وهي المشاكل هاي الاجتماعية هي اللي تخلق مشاكل داخل الأسرة. فليش الحركة النسوية بدل الدفاع والوقوف بوجه الهجمات الرجعية ما تطرح طرحها وتقول انه احنا نغير القوانين الاحوال الشخصية بهالاتجاه، هذا هو بديل. نسوي مؤتمرات، نسوي تجمعات، ونسوي ائتلافات، ونحشد هالقوى هاي، ووقتها التعبئة يكون لها معنى، التنظيم يكون لها معنى، الحركات النسوية اليومية تكون لها معنى. نعم. هذا نعم هذا اللي تقوله اقول صحيح. غلطان انا؟ تقولي لا مو نعم. غلطان. لا مو غلطان، صحيح كلامك. المسألة شنو؟ انه التحديات اللي تواجهنا حقيقة كحركة نسوية هي هاي المسائل اللي تفضلت بيها، يعني مسألة التنظيم، مسألة التعبئة، مسألة الهجوم وليس الدفاع. يعني هاي فعلا التحديات اللي تواجه الحركة النسوية بالعراق، وهذه محل نقاش، يعني محل نقاش بين النسويات. اللي تفضلت بيه عن مسؤولية الدولة، احنا متكلمين على الأقل في تحالف أمان نسوي انه مسؤولية الدولة عن المرأة، ومثل ما تفضلت يعني الرجل لما يكون ما عنده القدرة المالية على النفقة المفروض الدولة تتدخل، هذا متكلمين عليه. لكن إلى أي حد هذا ماخذ مدى ومعروف بالمجتمع وعنده خلينا نقول أبواق قوية في المجتمع بحيث صار مسموع؟
طبعا بالتأكيد يعني صوت محدود يعني اللي واصل له. فهذا اللي تكلمت عنه هي التحديات اللي تواجهنا، وهذه المسائل اللي احنا نناقشها، وبالتأكيد يعني بيها نوع حسب خلينا نقول أطراف اللي موجودة بالحركة النسوية. يعني أطراف تشوف مثلا أنه إحنا من خلال المطالبات ممكن نوصل إلى نتيجة. مثلا شوف مثلا قانون تجريم العنف الأسري، يعني من سنة يمكن صار له 13-14 سنة مطروح، لكن لحد الآن ما تم تشريعه. والنساء والمنظمات النسوية المختلفة والنسويات حاولوا أنه يحصلون على قانون من البرلمان العراقي بتشريعه. فهذه المنهجية اللي تتكلم عنها يعني أحد التحديات اللي تواجهنا، يمكن لحد الآن ما مطروحة على الطاولة، يمكن لكن وقت يجي للأمام أنه فعلا هاي المسائل يعني يجب أن تناقش. فأنا أشوفها تحدي يحتاج نصدى له ويحتاج نشتغل عليه، إذا غائب لحد هذه اللحظة أو ضعيف لحد هذه اللحظة، لكن العمل لازم يجري على تقويته، وهذا هو مغزى عملنا يعني. بالضبط. أنا أشوف أنه حركة النسوية بالعراق حركة قوية جدا. النساء بالعراق نساء يعني مناضلات ومقدامات وممكن ومضحيات، ويعني ممكن يكونوا في مقدمة مو فقط حركتهم، في مقدمة حركة المجتمع للتغيير. هذا شيء وارد، بس المفروض نعرف أنه التنظيم هو أداة معينة. الحاجة يخلي الناس يلجأوا للتنظيم. التنظيم مو مبدأ نؤمن به احنا لازم ننظم حالنا، لا، ندخل في معترك سياسي معين يستوجب علينا ننظم حالنا. هيك بهالطريقة هاي ممكن الحركة النسوية تنظم كحركة جماهيرية، مو كحركة مجموعة من النخب المتقدمة يعني المثقفة. فاحنا بحاجه الى هاي الحركه، وهذا هو انا اللي اشوف الحل في مواجهه هالوضع. نعم هذا صحيح. طبعا اكو نقطه كان بودي يعني ايضا اضيفها، مساله الوضع الميليشياوي بالمجتمع. نعم. يعني العنف والقتل والتهديد، يعني احنا مثل ما قلت يعني مساله التعبئه والتنظيم وهذه المسائل يعني ضرورتها ما ممكن نختلف عليها، واعتقد ايضا النسويات متفقات على هذا الموضوع، لكنه بعد لا زال خلينا نقول كيف نحوله الى اداه للعمل. مساله العنف ومساله قتل النساء، يعني انت تشوف مثلا المحاميات مثل زينب ومثل قمر كيف تعرضن الى انه محاربتهن بمعيشتهن. نعم. بمعيشتهن وتشويه السمعه يعني فالنساء فعلا، وغير القتل يعني ريهام يعقوب مثلا قتلت، ونساء يعني غير ايضا قتلنا. فمساله النساء هم يشوفون يعني واقع توازن القوى الحالي. واقع توازن القوى الحالي ببساطه يعني لا دوله بدون قانون، دوله بدون حقوق، ما يعني تتساهل مع قتل المعارضين خصوصا النسويات. يعني اساسا مصطلح نسويه مو شيطان، يعني معتبرين فد يعني حتى بامريكا نفس الشيء. الشغله الثانيه مساله التنظيم يعني عموما بالمجتمع العراقي، يعني وهاي لاحظناها بالانتفاضه. يعني عموما نزعه نحو التنظيم نزعه مو قويه بالمجتمع العراقي، يمكن لانه بعد مرحلة صدام حسين واللي عاش المجتمع العراقي وما بعدها، يعني صار نوع من سلب الإرادة، إنه دائما تتوقع من الآخر إنه يقوم بالعمل نيابة عنك، وليس إنه المبادرة بأيدي الأفراد. يعني الأفراد هم يكونون عندهم ثقة إنه يكونون هم عوامل تغيير وعناصر تغيير بالمجتمع، وإنه قدرة على أنهم يفكرون بشكل استراتيجي، يكون عندهم رؤية، يكون عندهم قدرة على جمع القوى. يعني هذه المسائل ما منتشرة. يعني شوف مثلا حتى بالانتفاضة لما الناس بدأت تفكر بالتنظيم راحوا أسسوا أحزاب ودخلوا بالبرلمان وشفنا وضعهم بالبرلمان، يعني ما أثر
ما أثر بأي شيء على طبيعة البرلمان. فهذه على العموم يعني سواء الوضع الأمني، الانفلات الوضع، انتشار السلاح، كل هذه أيضا عوامل تحبط، وضعف تقليد التنظيم تحبط المحاولات اللي تفضلت بها انه الحركه النسويه لازم تروح نحو التنظيم والتعبئه النسويه، وانه توصل الى النساء المتضررات، ومو تكون خلينا نقول نخبويه، لازم تكون ماده ايديها باماكن مختلفه يعني مع النساء المتضررات من هذا الوضع. فيعني هاي كلها تحديات نساء على خلينا نقول تعامل يومي معها. اوكي طبعا يعني البرنامج طولنا به ساعة لحد الآن، وفي مواضع وجوانب أخرى للموضوع ممكن نتناولها، بس لازم نكتفي بهالقدر هذا. وأنا أشكرك جزيل الشكر لحديثك ومساهمتك بهالبرنامج هذا، وتلبيتك لدعوتي، ولو الدعوة جتي كلش متأخرة، بس مع هذا قدرتي تلبين الدعوة. أنا ممنون وممتن جدا. شكرا جزيلا شمال، وأيضا أنا سعدت أيضا أسمع إلى أفكارك وملاحظاتك ومداخلاتك، يعني جيد. شكرا جزيلا لك، شكرا للدعوة. أشكرك، شكرا. أوكي، بهذا ننتهي أعزائنا المشاهدين والمتابعين برنامج هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في برامج أخرى. برامجنا حول سوريا مستمرة، وراح نكون في ضيافة عدد آخر من الناشطين والفاعلين في الساحة السورية والمتابعين للشأن السوري. شكرا مرة أخرى للمتابعة. شاركونا وساعدونا في مشاركة الفيديو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.